يا مساء الجمال، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع مخططك المالي. موضوع مخططك المالي ده مهم جدا، علشان انت ممكن يبقى معاك 1,000,000 جنيه أو أكتر من 1,000,000 جنيه وما يكملوش معاك السنة، وتلاقي نفسك صرفتهم في إيه مش عارف، أو في مشروع والمشروع ده فشل، أو اديتهم لحد يشغلهم وهو آخر فشل. يا إما إنك أنت عندك مخطط المالي، المخطط المالي ده خلى الفلوس عندك بتزيد بزيادة كل مرة كل سنة. إنك أنت عندك مخطط مالي بيعرفك أنت بتصرف في إيه وبتكسب إيه وبتحط فلوسك في إيه، سواء في التجارة أو غير التجارة أو أيا يكن. بس هو المبدأ كله في إنك أنت عندك مخطط مالي، فأنت عارف حياتك كلها هتديرها إزاي، والقرش اللي عندك بيتصرف فين ومبيتصرفش فين، إن كنت بتسلف حد أو ما بتسلفش، أو بتشغل فلوسك مع فلان أو علان. المهم إن في مخطط مالي أنت ماشي بيه بالورقة والقلم، مش ماشي كده وخلاص. واللي بيفرق عن واحد معاه قرش وبيزيد، وبين واحد معاه قرش وبعد كده مش عارف يكبره وكل شوية بيقل معاه، ده المخطط المالي. انت عندك مخطط مالي هتعرف تكبر قرشك، ما عندكش مخطط مالي مش هتعرف تكبر قرشك. يلا، السلام عليكم.